السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل شوية بوريك بالجبنة، حاجة كده لوز اللوز، احلى وانضف من بتاعة الفران من بره خالص. بص عامل ازاي، بص عامل ازاي طري ازاي وجميل. بص من جوه حلو قوي قوي، ينفع الفطار وعشاء كده، وينفع الاولاد في المدرسة. حاجة نضيفة وضمناها وانت عاملاها بايدك. معايا هنا كيلو دي الضحى حلو جدا، ومعايا طبعا الجبنة اللي هي الفيتا ديت، ونص كوباية من الزيت، كوبايتين مية، وثلاث معالق سكر، وخميرة، ومعلقة صغيرة ملح. هنزل بكيلو الدقيق كله، أي نوع دقيق عندك اعمليه. هنزل عليها بقى المعلقة الصغيرة بتاعة الملح، وعليهم ثلاث معالق كبار من اللبن البودرة. ده اختياري، لو مش عايزة بلاش، بس بيدوا طعم يعني. هنزل هنا في طبق بنص كوباية من الزيت، عليها معلقة من معجون الطماطم، معلقة صغيرة، وعليهم ثلاث معالق كبيرة من السكر، وعليهم طبعا باكل ايه، الخميرة. هنقلب كل المكونات دي كلها كده مع بعض، واحدة واحنا ماشيين واحدة واحدة. هنزل عليهم بقى على الدقيق كده، وهقلب كده حلو. وهنزل بالمية، مية دافية يعني مش سخنة، دافية. اي، ونقلب كده حلو اوي كده بايدينا. نبعد بقى المعلقة كده، نحط شوية مية برضو تاني، انا غاسلة ايدي طبعا. وبايديا بقى حلو اوي كده، لو عندك عجان اعملي فيه. حط بقى شوية زيت صغيرة كده اهي. بص عاملة ازاي، ما شاء الله، العجينة بتتكلم. بعد ما سيبناها ساعة كده وخمرت بالطريقة ديت، نطلع بقى منها كده الهواء، ونحطها على المفرش السيليكون، واقطع بقى ايه كور صغيرة، الحجم اللي انت عايزاه. يعني لو عايزة البوريكة كبيرة براحتك، بس هو الحجم ده حلو قوي. وحاولي برضو ايه بعد ما نكور كده، هاتي برضو استريتش او كيس نايل ونحطها، نغطيه عشان الايه العجين اما نريحه شوية ما ايه ما يشققش. هبدأ بقى امسك، بعد ما غطيناه شوية اهو، همسك بقى باول كورة احنا عملناها. ومعايا هنا الجبنة، معايا جبنة اسطنبولي وجبنة اللي هي الفيدا. هفردها كده زي ما بتفردي القرصة، وهجيب حتة جبنة صغيرة، وهقفل زي الايه القطايف. هتقفليها كده حلو قوي عشان الجبنة ما تخرجش منها، وتكفيها على الناحية اللي انت قفلتيها، وتدوسي عليها تبططيها حاجة بسيطة كده، واعملي لها بوزة ايه صغننة كده. نعمل بقى الكمية كده كلها بنفس الايه الطريقة. حاولي تقفليها حلو، وتكفيها حلو كده، ايوه، وتبططيها نفس الطريقة يا حبيبتي كده اهو، واحدة واحدة، مفيش اي حاجة متعبة، وحاجة نضيفة، وبدل ما نجيبها من بره لأولادنا، لا احنا نقدر نعمل كل حاجة بإيدينا. نعمل بقى واحدة بالفيتا، وواحدة بالاسطنبولي، واحدة بالفيتا، واحدة بالاسطنبولي، جميلة جدا، على كوباية شاي بلبن بقى كده، وكوباية شاي سادة، أي حاجة. وندي لأولادنا كده بقى معاهم ايه في المدرسة. معايا هنا بتاع ربع كوباية من اللبن، عليها باكو من نسكافيه الكيس الصغير ده، وندهن كل واحدة كده. انت عايزة تدهني بالبيض ماشي، عشان انا ما بحبش البيض بصراحة. هندهن بقى الكمية كلها كده مع بعض، تخلي طعمه حلو برضو، مش وحش يعني، طعم جميل. معايا هنا حبة البركة، وايه، ورشي بقى حبة البركة كده شوية شوية كده. عايزة تحطي سمسم ماشي. اه، بعد بقى ما نعمل الكمية كده كلها ونرش عليها حبة البركة. ده اول صاج. الصاج التاني هنعمل نفس اللي احنا عملناه في الاولاني برضو.
وهنسيبه برضو ايه يرتاح. هنسيبه يرتاح بتاع 10 دقايق كده ارتاح. هنبدأ بقى نحطه في الفرن على درجة حرارة 200. واستوى اهو، بص عامل ازاي معانا، ما شاء الله ما شاء الله. يعني من كيلو دقيق بصي الكمية عندك قد ايه، 2 سرفيس مليانين خير اهو. ما شاء الله، مفيش بقى واحدة لازقة، مفيش اي حاجة، مستوي من جوه ومن بره وطري وجميل جدا. ايه رأيك بقى؟ يلا بقى ودي ولادك كده في المدرسة في اللانش بوكس كده، جميل جدا. اتمنى يا رب تجربوه كده، متنسونيش باللايك والشير. يا رب الفيديو سامن ازاي. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب. واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.